ظهرت برقيات دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس خلافا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري ودوره. وكشفت البرقيات التي نقلتها مجلة نيوزويك الأمريكية ويعود تاريخها إلى 2008 و2010 أن واشنطن ترغب في توسيع نطاق مهمة الجيش المصري في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد. وجاء في برقية تعود إلى سبتمبر 2008 أن الولايات المتحدة سعت إلى إقناع الجيش المصري بتوسيع مهمته بطريقة تواكب التهديدات الأمنية الإقليمية الجديدة مثل القرصنة والأمن على الحدود ومكافحة الإرهاب. وأضاف النص أن القيادة المصرية القديمة قاومت جهودنا وهي راضية عن المضي فيما تقوم به منذ سنوات: التدرب على نزاع تتواجه فيه قوتان بمزيد من القوات البرية والمدرعات تحسبا لنزاع محتمل مع إسرائيل في المستقبل. وتقول الولايات المتحدة إن المسؤول عن ذلك هو وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، الذي تصفه بأنه العقبة الأساسية أمام تحويل مهمة الجيش المصري. وجاء في برقية أخرى ترجع إلى 9 فبراير 2010 أن الولايات المتحدة قالت لمسؤولين عسكريين مصريين إن الجيش الحديث بحاجة إلى أن تتم إعادة تركيزه لمجابهة تهديدات متباينة مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة والقرصنة ودعم السياسة الأمريكية تجاه إيران. ونقلت البرقية عن اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع المصري قوله إن سياسة الدفاع المصرية تعطي الأولوية للدفاع عن الأرض المصرية وقناة السويس والحفاظ على جيش تقليدي قوي لمواجهة الجيوش الأخرى في المنطقة. وأظهرت البرقية أيضا أن العصار قال إنه في حين تفضل مصر شراء أسلحتها وعتادها من الولايات المتحدة فإن الأمن القومي خط أحمر، مضيفا أن المصريين يمكنهم التحول إلى مكان آخر إذا اضطروا لذلك.